السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في سيشن جديدة، والنهاردة هنبدأ مع بعض نخش في توبيك جديد تماما، وهو حاجة اسمها الجراوند ووتر. النهاردة هنتكلم أكتر عن نوع من مصادر المية مختلف تماما عن كل حاجة احنا اتكلمنا عليها قبل كده. المرة دي هنتكلم عن فعلا مجال ممكن يبقى هو مش ممكن، هو فعلا مجال موجود لوحده في السوق. يعني في السوق او في الشغل يا شباب بيبقى عندك شغل بقى، اذا كان شبكات او اذا كان هيدرولوجي او حتى مجال سيبريت كده لوحده اسمه جراوند ووتر. فالنهارده باذن رب العالمين هنخش مع بعض في ايه هي الفاندمنتالز، ايه هي اساسيات الجراوند ووتر، ايه البيزك اوف نوليدج اللي لازم تبقى عندك في الجراوند ووتر. طيب، اول حاجه تعالى نعرف مع بعض اصلا يعني ايه جراوند ووتر. قال لك الجراوند ووتر ده يا شباب هو عباره عن ايه؟ قال لك هو عباره عن الميه المتخزنه جوه البورز والفراكشرز. يعني ايه؟ قال لك هي الميه اللي متخزنه جوه الفتحات وجوه الفراغات اللي جوه السويل، هي دي المياه الجوفيه. قال لك هي عباره عن ايه؟ قال لك لو انا عندي سويل بالشكل ده، اي سويل يا شباب، اي سويل ايا كانت هي ايه، لازم بتكون مكونه من ثلاث حاجات. اول حاجه هي البارتكلز بتاعت السويل، اللي هي شويه الجزيئات بتاعت الرمله، جزيئات الجرافل، جزيئات اي ماده او اي ماتيريال عندي. ما بين الجزيئات دي بيبقى عندي فويدز، فراغات. الفراغات دي يا شباب يا اما تبقى فراغات هواء او تبقى فراغات جواها ميه، جواها ووتر. الفراغات اللي جواها ميه دي يا شباب بيبدا انت جوه الماتيريال بتاعتك الميه دي بيحصل لها ايه؟ قال لك نتيجه ان انت عندك ووتر سايكل موجوده عندك في الدنيا بيحصل الاتي. اول حاجه وليكن مثلا الميه بتبدا تنزل من البريسبيتيشن، يعني الميه بتبدا تمطر كده. قال لك الميه اللي بتبدا تمطر ديت بيحصل لها انواع مختلفه علشان اقدر اتحكم في الميه بتاعه المطر. اول حاجه بيحصل ايه؟ قال لك بيحصل مثلا ان الميه بتاعت المطره دي ممكن تزود لي مياه الريفرز، مياه الانهار او مياه البحار او ايا كانت. قال لك كمان بيحصل ايفابوريشن. بيحصل ايه؟ بيحصل تبخر، هو اصلا اللي بيكون السحاب اللي بينزل مطر، وهكذا هي سايكل اساسا. تمام. قال لك بقى كمان ان الميه دي لما بتيجي تنزل على الارض كده بيحصل لها حاجه اسمها انفلتريشن. بتبدأ المية تتسرب جزيئيا لتحت، بتبدأ تتسرب واحدة واحدة لحد ما تبقى متخزنة جوه الفراكشرز. كلمة فراكشرز يا شباب يعني اللي هي الكسر، الروكس بتاعتي او الاحجار ما بين الاحجار وبعض، او ممكن حتى الحجر ذات نفسه يبقى فيه فراكشرز، يبقى فيه كسور. الكسر ده الميه بتقدر تتغلغل جواه، يعني الميه تقدر تخش من جواه. فعلشان كده يا شباب بيبقى عندك سطح ميه تحت الارض مهم جدا اسمه الايه؟ اسمه الجراوند ووتر. تعال نبص كده على الصوره دي. انا عندي لاند سيرفيس من فوق اهو. اللاند سيرفيس ده مثلا فيه فيجيتيشن، فيه شويه زراعات واشجار وحاجات كتير. الفيجيتيشن دي غصب عني هيبقى فيه irrigation، هيبقى عندي شويه ري يبدا ايه؟ يبدا يتحط على الفيجيتيشن دوت. زي ما قلت لك غصب عني لازم الاريجيشن ده او شويه الميه دي لازم يحصل لها انفلتريشن تحت لحد ما تكون سطح. السطح ده يا شباب بيتجمع على بعضه على مدار السنين. فقال لك اتكون معاك ايه بقى؟ اتكون معاك حاجه اسمها الجراوند ووتر تيبل. كلمه جراوند ووتر تيبل ده يا شباب قال لك هو سطح الميه بتاع الميه الجوفيه. بص هنا كمان بقول لك ايه؟ بقول لك الجراوند ووتر ده بيريبريزنت اكبر ستورج للميه او للفريش ووتر على الارض. يعني تلاقي مثلا ان احنا مثلا بنبدا نستخدم مثلا انهار، مثلا عندنا مثلا في مصر نهر النيل مثلا. عندك ان المياه الجوفيه اللي موجوده دي يا شباب ممكن تبقى مثلا من 3 ل 5 اضعاف الانهار الفريش ووتر اللي موجوده اصلا في الدنيا كلها.
فمعنى كده ان هو سورس كبير جدا 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 ومهم جدا، ومهم جدا في الفيوتشر كيس او الفيوتشر سيناريو. فعشان كده كل البلاد اللي حوالينا مهتمه جدا بالسورس اللي اسمه الجراوند ووتر، ومهتمه جدا انها ما تفقدش منه جزء كبير، وتبقى مخليه بالها منه. فعلشان كده يا شباب انا بحاول افهمك يعني ايه كلمه جراوند ووتر عشان تحس بالموضوع، وكده كده هنخش مع بعض في البيزك اوف نوليدج واحده واحده. طيب عايز كمان هقول لك ايه، هقول لك دلوقتي لو انا عملت زوم ان كده على الجزء بتاع الجراوند ووتر ده، اللي هو التلاصق ما بين سطح الرمله اللي فوق، او خلينا نقول بلاش نقول سطح الرمله، خلينا نقول الليثولوجي بتاعه الارض بتاعتك، او خلينا نقول الماتيريال بتاعه الارض بتاعتك، وما بينها وما بين الجراوند ووتر تيبل. بيقول لك لما تيجي تشوف السطح دوت او الزونز المختلفه دي، بيتكون عندك كذا زون. الزون الاولانيه يا شباب، قال لك الزون الاولانيه اللي هي اللي فوق دي اسمها الانساتوريتد زون. يعني ايه كلمه انساتوريتد؟ قال لك كلمه انساتوريتد ان الميه ما ملتش كل الفراغات اللي هنا. يعني احنا اتفقنا مع بعض ان اي ماتيريال عندي، اي ماتيريال ايا كانت هي ايه، اتفقنا بتتكون من بارتكلز وبتتكون من فويدز، والفويدز دي يا اما اير يا اما ايه، ووتر. ما دام انا عندي فيه اير، ما دام انا عندي فيه هواء، ما دام انا عندي فيه فراغ، ساعتها بقول انها unsaturated زون. الزون بتاعتي دي مش ساتيوريتد بالميه، غير مشبعه بالماء. يبقى ده الجزء اللي فوق اللي هو ايه، الغير مشبع بالماء. طيب الجزء اللي تحت بقى، قال لك لا، ده الجزء اللي تحت ده اكيد ساتيوريتد. اكيد ساتيوريتد ليه؟ لان الميه ملت كل الفراغات اللي بتوين البارتكلز، فخلاص اصبح عندي جزئين، الجزء اللي تحت هو ساتيوريتد، الجزء اللي فوق هو الايه، الانساتيوريتد. ما بين الساتيوريتد وما بين الانساتيوريتد يا شباب بيبدا يتكون عندك مين؟ بيبدا يتكون عندك الجراوند ووتر تيبل. فهو ده الجراوند ووتر ليفل او الجراوند ووتر تيبل اللي بيهمني. طيب وكل الجزء اللي تحت ده هتلاقي الجزء ده كله ميه، فبنسميه خزان، خزان مياه جوفيه. او هتعرف دلوقتي انه بنسميه الاكوفر بتاعي. الاكوفر بتاعك ايه اخباره؟ الاكوفر بتاعك الكيو اللي ممكن يطلعها بكام؟ طب هل هو كونفايند ولا ان كونفايند؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. ولكن اللي انت عرفته ان انا عندي وانس ان انا ببص على الزون بتاعت الجراوند ووتر او بتاعت الليثولوجي بتاعت الارض، بيبقى عندك الجزء اللي فوق هو انساتوريتد، الجزء اللي تحت ساتوريتد، ما بين التو زونز دول بيتكون عندك الجراوند ووتر تيبل. طب ايه رايك يا شباب لو احنا جينا عملنا زوم على الحته دي بس، عملنا زوم مايكرو كده، عملنا زوم قوي، تعال نشوف ايه اللي هيظهر معاك. قال لك لو انت جيت عملت زوم بقى بشكل قوي كده، بيظهر معاك الشكل ده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان نتيجه بقى وجود ماتيريال وبعد كده جراوند ووتر تيبل وبعد كده الساتوريتد زون، بيكون عندك برضو حاجه كده معينه اسمها الكابيلاري فرنج. كابيلاري فرنج دي يا شباب هي عباره عن ايه؟ بص، اول حاجه انت عندك الجراوند ووتر تيبل موجود اهو، والجزء اللي تحت اتفقنا مع بعض ان انا بسميه هو الجزء الساتوريتد، انما الجزء اللي فوق ده كله بسميه ان هو unsaturated. لا، الجزء اللي فوق كله unsaturated. يعني ايه؟ يعني الميه مش ماليه كل الفراغات، زي ما انت شايف اهي البارتكلز قدامك اهي. قال لك بقى ما بين الانساتوريتد وما بين الساتوريتد بيتكون عندك زون كده. الزون دي بيحصل فيها ايه؟ قال لك نتيجه ان انا عندي فوق فويد وتحت فيه بريشر، بيحصل ايه؟ بيحصل كانك بيبقى فيه سكشن هيد، كان الميه عايزه تتسحب لفوق شويه مسافه معينه. المسافه دي او الزون ديت بسميها الكابيلاري فرنج. هي دي الكابيلاري فرنج بتاعتي، جايه من كابيلاري رايز اللي هي نتيجه السكشن هيد بتاعك. تمام؟ طيب يبقى انت عندك في الجزء الانساتوريتد عندك تو زونز بقى. في الجزء الانساتوريتد دوت عندي كام زون؟ اتنين. الزون الاولانيه اسمها الكابيلاري فرنج، الزون الثانيه هي الزون اوف ايريشن.
يعني ايه؟ قال لك بقى خلاص الزون اللي فوق دول ما فيهاش اي نوع من انواع الميه، تحسها تربه دراي تماما من الميه. ليه؟ لان خلاص الميه اللي تحت اللي هي اترفعت شويه نتيجه السكشن هيد دي الزون بتاعت الكابيلري فرنج، فوقيها بقول ان دي زون اوف ايريشن. طب بص عندك كده انا كاتب لك ايه؟ بيقول لك الاتي، بيقول لك انا عندي في حاجه اسمها الزون اوف ايريشن، دي موجوده في الانساتوريشن زون او الانساتوريتد زون. بيقول لك ذا اريا اباف ذا ووتر تيبل، بيقول لك هي الاريا اللي فوق الووتر تيبل. وبيقول لك ان الاوبننج اللي في السويل ار فيلد ويز اير وووتر الاثنين، لان الجزء اللي فوق ده كله اتفقنا بقى فيه شويه هواء وبقى فيه شويه ايه؟ بقى فيه شويه ميه. طب يعني ايه كلمه الكابيلري فرنج؟ قال لك الكابيلري فرنج ده هو نارو زون، زون كده ضيقه قوي قوي قوي، جاست اباف الووتر تيبل، على طول فوق الووتر تيبل. قال لك where water is pulled upward. يعني ايه؟ يعني الووتر بتاعك بدا يطلع لفوق في الزون دي نتيجه السكشن. طيب يعني ايه ووتر تيبل؟ الووتر تيبل هو الابر ليفل في الساتوريتد زون، الجزء اللي فوق الابر ليفل في الجزء الساتوريتد، اهو ده الجزء الساتوريتد هو الابر ليفل. طب الزون اوف ساتوريشن، الزون اوف ساتوريشن دي زي ما انا قلت لك هي الزون اللي عندها كل الفتحات او كل الفويدز او كل الاوبننج ار فيلد ويز ووتر، موجوده كلها ميه ما فيهاش اي نوع من انواع الاير. يبقى انت دلوقتي لحد دلوقتي يا شباب احنا فهمنا يعني ايه اصلا كلمه جراوند ووتر، فهمنا يعني ايه ساتوريتد ان ساتوريتد، يعني ايه جراوند ووتر تيبل، يعني ايه كابيلري فرنج، يعني ايه زون اوف ايريشن. فهمنا مع بعض شويه ترمينولوجي كده بسيطه جدا. طب تعالى نكمل مع بعض. تعالى بقى نخش على الجزء المهم جدا الا وهو ايه؟ قال لك طب ما تيجي نتكلم بقى اكتر عن الجيولوجي، الجيولوجي بتاعت الارض او الجيولوجي بتاعت الخزانات. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله ان الجيولوجي بتاعت الارض مكونه لاربع حاجات. الجزء الاولاني بيقول لك حاجه اسمها الاكوفر. الاكوفر ده يا شباب هو عباره عن الخزان الجوفي اللي بيتخزن جوه ميه، ده بسميه اكوفر. قال لك بص الاكوفر ده هو عباره عن ايه؟ قال لك هو عباره عن سويل او روك كده كده. خليك عارف حاجه ان الماتيريال بتاعت الارض بتاعتك او الجيولوجي من تحت يا اما سويل يا اما روك. السويل دي اللي هي مثلا ساند او سلت او كلاي او جرافل، كل دي ينطبق تحت امبريلا كبيره اسمها السويل، التربه عموما. النوع الثاني اللي هو الروكس، اللي هو الساند ستون، اللايم ستون، وهكذا. دي روكس احجار جايه من الحجر، انما السويل دي بارتكلز فاين شويه صغيره شويه. تمام؟ طيب يقول لك بقى ايه؟ يقول لك ان الاكوفر دوت هو عباره عن سويل او روك، ولكن فيها ايه بقى؟ الميزه بتاعت الاكوفر بتاعتك ايه؟ قال لك بتكان ستور، ممكن تخزن وتنقل ميه عادي جدا. يقول لك كان ستور وترانسميت الووتر، بتقدر تخزن يا شباب وبتقدر تنقل الميه بتاعتك دوت نتيجه ان انت عندك الفراكشرز طبعا، او عندنا فويدز ما بين البارتكلز، فبتلاقي عندك ان في بارامتر مهم جدا 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 اسمه كي. الكي ديت بتبقى كبيره شويه. طب ايه هي الكي دي؟ هنعرفها مع بعض بعد شويه عادي، ولكن خليني اقولها لك برضو دلوقتي ان الكي دوت هو عباره عن بارامتر مهم جدا اسمه الهيدروليك كوندكتيفيتي. الهيدروليك كوندكتيفيتي ده يا شباب كانها بيقول لك ايه؟ بيقول لك هي سرعه انتقال المياه تحت الارض. قال لك سرعه الميه تحت الارض ببدا ابريزنت او ريبريزنت البتاع اللي انا قلتها لك ديت بحاجه اسمها الهيدروليك كوندكتيفيتي. فيقول لك الهيدروليك كوندكتيفيتي في الاكوفرز بتبقى كبيره شويه، بتبقى اكتر من 10 اس سالب 4 متر بير سكند. اكتر من 10 اس سالب 4 متر بير سكند ده يا شباب رقم كبير شويه، لان حركه الميه تحت الارض بتبقى بسيطه، يعني مش حركه اللي هي زي مثلا اللي هي السيرفس ووتر اللي هي الميه اللي فوق الارض. تمام؟ يقول لك طب ايه هي انواع الاكوفرز؟ يعني مش انواع الاكوفرز، يعني ايه هي انواع الماتيريال او انواع السويل بتاعتك؟ يقول لك الجرافل، الساند، او الفراكشرد ساند ستون، كل ده. وبيقول لك ان الجراوند ووتر ترانسميتد فري. يعني ايه؟ يعني الجراوند ووتر او المياه الجوفيه بتقدر تتنقل في الاكوفر بسهوله.
يبقى ده اول نوع من انواع الجيولوجي بتاعتي. طيب النوع الثاني يسمى الاكويتارد. ايه هو الاكويتارد؟ قال لك الاكويتارد ده هو سويل او روك، كده كده يا شباب كله سويل او روك مفيش خلاف على ده. قال لك ذات كان ستور، تقدر تخزن but can't easily transmitted. يعني ايه؟ قال لك الاكويتارد ده هو عباره عن نوع من السويل بيقدر يخزن ميه، يقدر يخزن عادي جدا، ولكن مش بيقدر قوي. بص كان نوت ايزي، مش بيقدر قوي ينقل الميه. ليه يا شباب مش بيقدر ينقل الميه؟ لان الكي بتاعته بتبقى قليله شويه، اللي هي الهيدروليك برضه كوندكتيفيتي عادي جدا بتبقى قليله شويه. فالاكويتارد ده زي ما احنا قلنا الفكره كلها الفرق ما بين الاكويتارد والاكوفر بتاعي ان الاكويتارد بتلاقي السويل بتاعتك بتبقى متماسكه بقى، ما بيبقاش فيها فراكشر، ما بيبقاش فيها فويدز، بتلاقي ان البارتكلز بتاعتك كانها متلاصقه في بعض، فاين بارتكلز. فزي مثلا السيلت كلاي مثلا، السيلت ده يا شباب يعني زي الطين كده، الطين بيبقى متماسك في بعضه فما بيقدرش بسهوله ينقل ميه. على عكس مثلا لو جبت شويه رمله وحطيت عليهم ميه، هتلاقي الميه حصل فيها ايه؟ مره واحده نزلت. نتيجه الايه؟ نتيجه ان في فتحات ما بين الايه؟ ما بين البارتكلز بتاعت الساند بتاعت الرمله، بس ما فيش الفتحات ديت نتيجه الطين مثلا. هو ده السيلت كلاي. طيب يبقى ده الاكويتار. طب ايه هو الاكويكلود؟ بص بقى، الاكويكلود ده بيقول لك من الاخر انا هقدر اخزن لك ميه بس مش هقدر انقلها تماما. بيبقى الاكويكلود ده يا شباب بيبقى بالنسبه لنا مهم جدا يا شباب، لان الاكويكلود ده بيبقى بالنسبه لنا امبرميبل لاير، يعني لاير غير منفذه للماء. فبيفرق معانا جدا في الشغل. حتى يقول لك مثلا طبقه الكلاي فين، يفرق معانا. لان مثلا الكلاي، مثلا الكلاي ده يا شباب او الشيل هو عباره برضو عن حاجه برضو يعني الى حد ما شبه الطين شويه اللي هو الكلاي. فبتلاقي عندك الطبقه متماسكه بزياده، فبتلاقي الهيدروليك كوندكتيفيتي دي قليله جدا. فنتيجه وجود الكلاي ده بلاقي ان اي ميه هتنزل على الاكويكلود ده هتبدا تتجمع وتبدا ايه، تاكيوميليت كده، مش هتنزل تماما، مش هتقدر تترانسميت تحت وتبدا تبص على اي ليسولوجي تحت، او تبص على الاكوفر تحت تبص، ما مش هتقدر، هتبدا تاكيوميليت فوق الايه، فوق الكلي. فبيفرق معانا جدا الاكويكلود ده فين. تمام. طيب احنا كده فهمنا الفرق ما بين الاكوفر والاكويتارد والاكويكلود. في حاجه بقى اسمها الاكويفيوج. الاكويفيوج ده يا شباب كانك اللاير بتاعتك لما تبقى تحت خالص 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 خالص، مثلا ممكن نقول مثلا 300 400، ممكن نقول 1000 متر مثلا تحت الارض. تمام. ممكن تلاقي عندك نوع من انواع الروكس اللي هي القديمه خالص، اللي هي الروكس اللي هي زي الجرانيت مثلا او البازلت اهو، زي الجرانيت مثلا او البازلت. زي كانك حاطط ايه، كانك حاطط رخامه، رخامه حرفيا، رخامه تحت الارض. الرخام عادي، ما هو الرخام اصلا بيتجاب من الجبال. فببدا اقول ان اللاير دي او الجزء ده اسمه اكويفيوج، اللي هو ولا بيقدر يستور ميه ولا بيقدر يترانسميت ميه. لو انا حطيت اي ميه يا شباب على اي رخامه، هل هتمتص الميه؟ لا. هل هتقدر انها من خلال الرخامه من جواها تترانسميت ميه؟ برضو لا. فهي دي معنى كلمه الاكويفيوج. طب احنا كمهندسين يا شباب يفرق معانا انهي لايرز؟ يفرق معاك طبعا اهم حاجه هو مين؟ الاكوفر، اللي هو خزان المياه الجوفيه. الخزان بتاعك اخباره ايه؟ هو ده الاكوفر اللي هنبدا نتكلم عنه دلوقتي ونعرف ايه هي انواعه. طيب الاكوفرز يا شباب، قال لك انواع الاكوفر الجراوند ووتر اكوفر هم مينلي نوعين. قال لك نوع اسمه الكونفايند اكوفر، والنوع الثاني اسمه الانكونفايند اكوفر. يعني ايه كلمه يا شباب كونفايند وانكونفايند؟ يقول لك الكونفايند اكوفر دوت معناه الاتي، معناه ان الاكوفر بتاعك، بص يا شباب اول ما اقول كلمه اكوفر حط في دماغك يعني خزان. تمام. معناه ان الاكوفر بتاعك مضغوط، او الاكوفر بتاعي مضغوط من الناحيتين زي اللي قدامك ده. بص كده، انا عندي اللاير اللي تحت دي يا شباب، اللاير اللي تحت دي تسمى الكونفايند اكوفر، خزان جواه ميه عادي جدا، ولكن فوقيه وتحتيه confining units او confining layers بالنسبه لك. يعني فوقيه او تحتيه layers ضغطه
على الاكوفر بتاعي. فكأن هنا في بريشر بيبدا يضغط على الاكوفر بتاعك دوت. فالميه هنا الهيد بتاعها بيبقى عنيف جدا جدا جدا. فعشان كده بنبدا نسمي الاكوفر ده ايه؟ الكونفايند اكوفر، ان هو كونفايند من الناحيتين. يبقى امتى تعرف ان انا كونفايند اكوفر؟ مثلا يعني لو انت لقيت انا عندي هنا كلي مثلا او شيل وعندي هنا كلي، يبقى اكيد اللي جواه ده ايه يا شباب؟ اكيد اللي جواه ده كونفايند اكوفر. اللي ما بين الاكويكلود واكويكلود، ما بين الاكويكلود واكويكلود يبقى كونفايند اكوفر. بص بقول لك ايه؟ ان هو بتوين كونفايننج يونتس. الكونفايننج يونتس دي اللي هي عندها هيدروليك كوندكتيفيتي قليله جدا جدا جدا، زي الكلي مثلا او زي الشيل، فببدا اقول انها كونفايند اكوفر. طيب النوع الثاني يقول لك هو الانكونفايند اكوفر. طيب يعني ايه كلمه الانكونفايند اكوفر؟ قال لك بقى ساعتها كانك الميه حره، كاننا يا شباب بنتعامل مع اوبن تشانل عادي جدا، الميه مش مضغوطه. يعني تحس هنا ان انت بريشرايز، كاننا هنا بنتعامل مثلا مع بايب بريشرايز ليها بريشر وفيلد في كل حته، وكاننا هنا مثلا بنتعامل حرفيا مع اوبن تشانل كده فيها ميه. فيقول لك الانكونفايند اكوفر دي الووتر تيبل بتاعها هو الووتر تيبل بتاعها. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني يقول لك ان الووتر تيبل از ذا توب، التوب بتاع اللاير دي ده الووتر تيبل بتاعها، معلوش اي بريشر خالص تماما. فبقول ان هو ده الانكونفايند اكوفر. ده الانكونفايند اكوفر. طب يفرق معاه في ايه يا شباب؟ قال لك يفرق معاك بشكل اساسي في حاجه معينه ومهمه جدا، الا وهي ان انت لو جيت حطيت ويل. يعني ايه؟ يعني حفرت حفره، خلينا نقول حفرنا حفره. اول ما بتيجي تحفر الحفره يا شباب بتبدا تلاقي عندك، لو انت حفرت حفره كده مثلا اهي، يقول لك اول ما تيجي تحفر الحفره دي، انا عندي مثلا حفره اهي، هحفرها مثلا في الانكونفايند اكوفر بالشكل ده. هحفر حفره هنا على الارض، حفرتها هنا. يقول لك وانس ان انت حفرت الحفره دي بلاقي الميه بتاعتك هي عند التوب بتاع اللاير بتاعت الانكونفايند. طب ايه المشكله في ده يا شباب؟ لا ما فيهوش مشكله ولا اي حاجه، بس انا بقول لك انها مش معرضه للبريشر. فوانس ان انت فتحت فتحه جوه الانكونفايند اكثر، الميه ستيبل وعادي جدا ومش هيحصل اي حاجه. ولكن على النقيض لو انا فتحت فتحه بقى كده وبدات انزل لحد هنا، قال لك يا شباب مره واحده اول ما بتيجي تفتح في الكونفايند اكوفر بتلاقي الميه بتاعتك حصل فيها ايه؟ بدات تطلع بشكل عنيف جدا من الويل. طب ليه يا باشمهندس بدات تطلع؟ بدات تطلع نتيجه ان الاكوفر بتاعي معرض لهيد. الهيد ده نتيجه ان هو كونفايند من فوقه ومن تحته. فعلشان كده لما بتحط منوترنج ويل عندي وابدا اشوف مستوى الميه عامل ازاي، بلاقي ان انا عندي اول ما بحط الويل في الكونفايند مره واحده بلاقي الميه ضربت في وشي. فبالتالي عندك او بنبدا نحسب احنا مثلا، بنبدا نحسب الهيد مثلا بتاع الميه. يقول لك والله بنبص على الميه دي وصلت لحد فين، وابدا اقول ان من اول هنا لحد تحت بقى خالص، يقول لك ان ده الايه؟ ده الهيد بتاع الميه، طبعا لحد تحت يعني. تمام. فعلشان كده ده الكونفايند اكوفر. فعشان كده يا شباب لو انا مثلا بعمل ويل وعاوز اسحب ميه بشكل ايه؟ بشكل مش بشكل تمبرري، بشكل بيرمننت، بشكل دائم. اكيد طبعا بحط الويل بتاعي، ببدا احدد طبعا الليسولوجي بتاعتي، وببقى من الهيدروجيولوجي ماب او من شويه ليتريتشرز ببدا اشوف وببدا احدد، وبطلع او بعرف الكونفايند اكوفر موجود مثلا على تقريبا مسافه قد ايه من اللوكيشن بتاعي، عشان ابدا احط الويل والاقي ان الميه بتاعتك بتطلع. يبقى احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه كلمه كونفايند اكوفر، ده اللي يفرق معايا بصراحه، ويعني ايه كلمه انكونفايند اكوفر. كونفايند يعني كونفايند، انكونفايند يعني انكونفايند بس. اعتبرها اوبن تشانل وانا اعتبرها ايه؟ بريشرايزد نتورك او بريشرايزد بايب. طب كويس قوي يا شباب. تعالى بقى نتكلم مع بعض عن ايه؟ بعد ما احنا اتكلمنا احنا بدانا نخش على فهمنا يعني ايه جراوند ووتر وايه الزونز بتاعته، بعد كده فهمنا ايه الفرق ما بين الماتيريالز بتاعتي او ما بين الجيولوجي بتاعتي اذا كانت اكوفر او اكويكلود او اكويتارد او اكويفيوج. ثم انتقلنا للاكوفر وعرفنا ان احنا عندنا الكونفايند اكوفر والانكونفايند اكوفر. يقول لك بقى طب ما تيجي بقى نتكلم عن مين؟
تعال نتكلم عن الجراوند ووتر دوت. هل ممكن على طول ياخد ميه؟ هل ما ينفعش يدي ميه؟ يعني انا على طول بقول لك ايه، قاعده ما اقول لك انا عندي شويه زراعات، الزراعات دي بتنزل ميه نتيجه الانفلتريشن، ان انا عندي irrigation من فوق وعندي انفلتريشن في التربه، فبتبدا الميه تاكيوميليت فيكون سطح ايه؟ السطح بتاع الجراوند ووتر تيبل. قال لك بص، انت الجراوند ووتر ده برضو ممكن على فكره ياخد ميه عادي جدا، مش من الزراعات بس، ممكن كمان لو انا عندي ليك او بوند او ميه او ريفر موجود او وادي، اي حاجه. قال لك ممكن كمان الميه دي يحصل لها برضو انفلتريشن كده، يحصل سيبج وتبدا تروح لايه؟ تروح للجراوند ووتر. فبسمي دي انها الستريم لوسز، حصل لوسز هنا، الميه بتاعتك راحت هنا فحصل ليها لوسز. طب لو ده بقى امتى يا شباب؟ لما تلاقي ان الهيد بتاع الريفر، الهيد بتاع الريفر بتاعك او الاليفيشن بتاع الريفر اكبر من الاليفيشن بتاع الجراوند ووتر تيبل، ساعتها هيحصل اللي انا بقوله ده. طب لو انا عندي الاليفيشن بتاع الجراوند ووتر تيبل، الجراوند ووتر تيبل اعلى من الاليفيشن بتاع الريفر، قال لك ساعتها بيحصل العكس بقى، ساعتها الميه بتروح كده، بتروح للريفر. فاللي انا عاوز اقوله لك ان ممكن الريفر بتاعك ده ممكن يبقى سورس وممكن يبقى سينك. سورس اللي هو بيدي ميه زي اللي تحت ده سورس. سينك اللي هو بيعمل ايه؟ بيسحب ميه زي اللي فوق ده، ان هو سينك. طيب تعالى بقى نتكلم مع بعض عن ايه يا شباب؟ تعالى نتكلم مع بعض عن الهيدروليك بارامترز بتاعتنا. يعني الاكوفر دوت، ايه الخصائص اللي تهمني في الاكوفر او في الميه بتاعت الجراوند ووتر؟ قال لك اول حاجه اتكلمنا عليها من شويه حاجه اسمها الايه؟ الهيدروليك كوندكتيفيتي. طيب ايه هي الهيدروليك كوندكتيفيتي بقى يا شباب؟ قال لك الهيدروليك كوندكتيفيتي ديت، خلينا نقولها حتى بالعربي، قال لك هي قدره الماء او قدره الماده على انتقال الماء. قال لك يعني الماده بتاعتك دي، الماتيريال بتاعتي دي، تعرف تنقل ميه بسرعه قد ايه؟ خلينا نقولها كده، لان الوحده بتاعت الهيدروليك كوندكتيفيتي اصلا هي وحده لينس على تايم، اللي هي كانها متر بير سكند، وحده سرعه حرفيا. فبيقول لك هي the ability of unit area of the soil to transmit، عشان تنتقل نتيجه الانرجي، نتيجه ان انا عندي هيد من الانرجي او عندي يونت جريدينت من الانرجي. فبيقول لك ان الهيدروليك كوندكتيفيتي ديت بتساوي الاتي، بتساوي الكي ولكن كي سمول في الرو في الجي على الميو. الكي سمول دي يا شباب هي عباره عن البرميابيليتي. طيب ايه هي البرميابيليتي ديت؟ البرميابيليتي ديت اللي هي بتسمى المساميه. يعني ايه؟ يعني نسبه الايه؟ الفراغات او نسبه المسامات اللي ما بين البارتكلز برضه بتعتمد عليها. طيب مضروبه في الرو اللي هي الايه؟ الدنستي، مضروبه في الجي اللي هي 9.81، مقسومه على مين؟ مقسومه على الميو اللي هي ليها علاقه بالايه؟ بالفيسكوستي. فالكي بتعتمد على شويه بارامترز ليها علاقه بالماتيريال ذات نفسها، هل هتعرف تنقل ميه ولا مش هتعرف تنقل ميه. طيب يبقى انت فهمت دلوقتي يعني ايه كلمه هيدروليك كوندكتيفيتي. طيب يعني ايه بقى كلمه الترانسميسيفيتي اللي هي التي؟ قال لك الترانسميسيفيتي ديت هي برضو حاجه بتعبر عن سرعه انتقال الماء جوه الماده، ولكن بس ببريزنت او بريبريزنت الهيدروليك كوندكتيفيتي بالبي. فبقول انها كي تايمز البي. يعني ايه؟ يعني انا كمان عاوز اخد في اعتباري الاكوفر بتاعي دوت الثيكنس بتاعه كام، لان الكي بتعبر بس بتعبر على يونت اريا زي ما انا كاتب فوق اهو، يونت اريا اللي هي 1 متر سكوير. انا مش عاوز كده، انا عاوز اعبر عن الهيدروليك كوندكتيفيتي ولكن على دبس معين عشان يفرق معاك، تبقى عارف الاكوفر ده الثيكنس بتاعه فارق، فتبقى عارف ان الاكوفر دوت بيطلع ميه، او مش تقول بيطلع، بيمشي ميه بسرعه قد ايه مع الثيكنس. فيقول لك ان الترانسميسيفيتي ديت هي عباره عن قدره الخزان على نقل الماده بس بكامل سمكه، بالسمك بتاع الخزان كله. فعشان كده بقول لك ان البي هي عباره عن الايه؟ قال لك the saturated thickness of the aquifer، الثيكنس الساتوريتد بتاع الاكوفر بتاعي. تمام اهو.
يعني في الحاله اللي فوق ديت اهو ده جراوند ووتر مثلا تيبل لحد تحت خالص، ده بسميها البي، بضربها في الهيدروليك كوندكتيفيتي، عرفت انا عندي الجزء بتاع الخزان كله بيقدر ينقل ميه قد ايه. يبقى ده تاني هيدروليك بارامتر مهم بالنسبه لك. طيب قول لي انت كده، لو انا عندي مثلا خزان زي ده اهو، وعندي خزان زي ده، الخزان الاولاني الان بتاعته بتساوي 30%، والكي بتاعته بتساوي 40 مثلا، والخزان الثاني الان بتاعته بتساوي 30% والكي بتاعته بتساوي 50. انهي خزان من دول احسن؟ الخزان الاولاني انت عندك الكي بتاعته ب 40، الخزان الثاني انا عندي الكي بتاعته ب 50، بس انا برضو هنا مش قادر احدد هو مين الخزان اللي افضل، هو اللي عنده 40 ولا اللي عنده 50 هيدروليك كوندكتيفيتي. قال لك هتبدا تقول ولا ده حلو ولا ده حلو، لان انت بتحدد قدره الخزان بكامل سمكه وليس بالهيدروليك كوندكتيفيتي بتاعته. تمام، يبقى انا ما اقدرش احدد الخزان ده كويس او وحش، اقدر اسحب منه ولا ما اقدرش. كل الكلام ده ما اقدرش احدده الا لما ابقى عارف الترانسميسيفيتي بتاعته بكام. علشان كده التي بالنسبه لنا عامل مهم جدا جدا جدا. طيب بعد كده قال لك بعد كده الان دي اللي هي البروزيتي اللي انا جبتها لك، هي الان 30% حاجه اسمها البروزيتي بقى. يعني ايه كلمه البروزيتي؟ قال لك هو الفوليوم بتاع الاوبن سبيس. يعني ايه اوبن سبيس؟ يعني الفراغات او الفراكشرز اللي موجوده في الروكس. قال لك بالنسبه للتوتال سويل او الروك فوليوم، يعني كانك بتقول ايه، الفوليوم بتاع الفويد على الفوليوم توتال، نسبه الفويدز بالنسبه للفوليوم التوتال، دي اسمها الايه، البروزيتي. تمام. طيب اللي هي الام، برضو البروز ده برضو يا شباب بيعبر عن ايه؟ بيعبر يعني برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه لك، لان في الاول وفي الاخر الفراغات بتاعه الماده مهمه جدا، لان هي دي اللي هينتقل فيها الايه؟ هينتقل فيها الفلو. ما هو الفلو لما يجي ينتقل هوريزونتال هيمشي كده، فيفرق معاك جدا الفراغات ديت عامله ازاي. طيب بعديها قال لك بعديها بقى تعالى بقى مع بعض نعرف هيدروليك بارامتر تاني، الا وهو اسمه الستورج كوفيشن او الاستراتيفيتي. يعني ايه اصلا كلمه الاستراتيفيتي دي يا شباب؟ قال لك هو الستورج دوت او الستورج كوفيشن ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الفوليوم اللي هيجي لي من الاكوفر بتاعك لو انت نزلت الهيد بتاعه 1 متر. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني لو انت مثلا فرضا عندك الاكوفر بتاعك بالشكل دوت، وانت عندك مثلا الجراوند ووتر تيبل هنا، وانت مثلا قلت ان انا هفتح فتحه مثلا عادي في الاكوفر بتاعي في الخزان. لو انت فتحت فتحه في الخزان اكيد ايه اللي هيحصل؟ هينزل ميه، صح؟ قال لك بقى الفوليوم اللي هيجي لك ده هيكون بكام لما تنزل الهيد بتاع الميه 1 متر؟ الفوليوم هيبقى بكام لما انزل الهيد بتاع الميه 1 متر؟ هو ده الذي يعبر عنه حاجه اسمها الاس، الاستراتيفيتي. الاس دي يا شباب بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي الاس اس في البي زائد الاس واي. ايه الكلام ده؟ الاس اس دي يا شباب حاجه اسمها السبيسيفيك ستورج، انما الاس واي دي حاجه اسمها السبيسيفيك ييلد. تعال نعرف مع بعض الفرق ما بين كلمه السبيسيفيك ستورج والسبيسيفيك ييلد علشان يكون حاجه اسمها الاستراتيفيتي اللي هي بتقول ان انا بتعبر عن الفوليوم بتاع الميه اللي هيطلع من الاكوفر لو انا نزلت الهيد بتاعه 1 متر. قال لك بص، قال لك السبيسيفيك ستورج دي اللي هي الاس اس، قال لك ده عباره عن بارامتر بيعبر عن الاتي، بيعبر برضو عن الفوليوم اللي هتقدر تاخده من الاكوفر بتاعك. احنا قلنا لو نزلت من الووتر هيد متر، بس هنا بقى بيقول لك هنزله متر بس نتيجه الايه؟ نتيجه حاجه اسمها البريشر ريليف. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك مثلا الاكوفر بتاعي كان كونفايند اكوفر مثلا، كونفايند عادي جدا، ادي الاكوفر وفوقيه في طبقه من الاكوي كلود، تحتيه في طبقه من الاكوي كلود، نزلت ويل بالشكل دوت، الويل ده هيعمل ايه؟ هيبدا يسحب ميه. اول ما هنزل الويل هلاقي ان نتيجه وجود بريشر هنا الميه مره واحده طلعت. البريشر ده
نتيجه ان الميه طلعت هيحصل له ريليف، هيبدا هيقل. اول ما يقل متر ساعتها بقول ان الاس او الاستراتيفيتي بتاعتك، العامل المؤثر فيها هنا هو حاجه اسمها السبيسيفيك ستورج. عشان كده يا شباب السبيسيفيك ستورج بتتضرب في قيمه اسمها البي، علشان تعبر برضه وتاخد في اعتبارها السكنس بتاع الاكوفر في الحسبان. طيب تاني حاجه بقى حاجه اسمها السبيسيفيك ييلد، الا وهي ايه؟ قال لك هو الفوليوم اللي هيطلع لو انا عملت هيد او عملت ريليف للهيد بنسبه او بقيمه 1 يونت او 1 متر. بس الفكره نتيجه ايه هي دي اللي بتفرق بقى، نتيجه حاجه اسمها الدرينج. يعني ايه الدرينج؟ يعني كاني يا شباب خدت قطعه من الاكوفر، القطعه ديت كانت مليانه ميه، سبت القطعه تنزل الميه بتاعتها، سبتها تنزل الميه بتاعتها نتيجه الدرينج. يعني كان انا ماسك قطعه الاكوفر دي في ايدي وسايبها كده تنزل ميه هي لوحدها، يعني نتيجه الجرافيتي يعني. فساعتها بقول ان الفوليوم بتاع الميه اللي هينزل هو ده بيعبر عن حاجه اسمها الاس واي، السبيسيفيك ييلد. طب هسالك سؤال، لو انا جيت قلت لك لو انا عندي مثلا كونفايند اكوفر، قال لك في الكونفايند اكوفر اللي بيفرق معايا طبعا هو الاس اس اللي هو نتيجه البريشر ريليف، لان قيمته بتبقى كبيره جدا جدا جدا، فبنجلكت تماما قيمه السبيسيفيك ييلد. ولكن في الانكونفايند اكوفر قال لك في الانكونفايند اكوفر الاس اس مش موجوده، مفيش اصلا بريشر عليها عشان اعمل له ريليف، صح؟ فعشان كده ببدا اقول ايه، ان في الانكونفايند اكوفر باخد معايا الاس ييلد فقط، انما في الكونفايند باخد معايا الاس اس فقط. والاثنين دول علشان اجيب حاجه اسمها الاستراتيفيتي اللي هي الاس او الستورج كوفيشنت. يبقى احنا فهمنا مع بعض كده تقريبا البيزك من الكاركترستكس اللي بتاثر على اي اكوفر، اذا كانت هيدروليك بارامتر زي الهيدروليك كوندكتيفيتي او الترانسميسيفيتي، او ستورج بارامتر زي السبيسيفيك ستورج او السبيسيفيك ييلد. طب كويس جدا. طيب تعالى بقى نبدا نتكلم مع بعض عن ايه؟ تعالى نبدا نتكلم مع بعض عن ايه هي الكفرنج ايكويشن اللي بتبدا يمشي بيها الميه جوه السويل. قال لك بص، معادله الجراوند ووتر فلو ايكويشن هي معادله كونتينيوتي حرفيا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الماس ان بتيكوال ماس اوت. عادي جدا، انا عندي شويه ميه داخله اهو وشويه ميه خارجه، لازم اللي داخل يبقى قد اللي خارج. هو بالظبط كاني خدت بريزم في اي حاجه وبقول ان الماس ان بيساوي الماس اوت. فبيقول لك مثلا ان تغير الكيو او تغير الفلكس دي يا شباب يعني اللي دخل جوه الايه، جوه السيل دي او جوه الفيس اللي هو جوه الوجه ده. بيقول لك تغير الفلكس في الاكس زائد الواي زائد الزد، بيقول لك زائد كمان الريتشارج بيساوي الايه؟ بيساوي السبيسيفيك ستورج اللي حصل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو انا عندي مثلا حاجه زي كده، حاجه بريزم مثلا، البريزم ده موجود في كونفايند اكوفر مثلا، بيقول لك ان في ميه دخلت يمين وميه دخلت من هنا وميه دخلت من فوق وفي كمان ميه نتيجه ان انا عندي ريتشارج مثلا. قال لك كل دوت لازم يكون ايه؟ لازم يستور جوه الايه؟ جوه الشكل او جوه البريزم بتاعي. فعشان كده هي دي كانها معادله كونتينيوتي حرفيا، ماس ان بتساوي الماس اوت، كل اللي داخل لازم يستور جوه الايه؟ جوه البريزم. هيبدا بقى يتحرك، يبدا يطلع، يبدا يحصل اي حاجه، المهم ان هو ايه؟ انا محافظ على الماس. دي الكفرنج ايكويشن بتاعت الجراوند ووتر، دي جراوند ووتر فلو ايكويشن اساسا، اللي هي احنا بنبدا نبني عليها كل حاجه في الشغل بتاعتنا. طيب هل انت مهتم بيها؟ ممكن ما تهتمش بيها عادي، ولكن دي هتاخدنا لنقطه ثانيه يا شباب، ان انا بقى ابدا اسمبليفاي المعلومه. فجه راجل اسمه دارسي ده عمل ايه؟ قال لك طب ما ايه رايك ما انا هبدا اسيميليت حركه الميه في السويل عن طريق ان انا هاخد حته سويل كده واحطها في ايه؟ واحطها في بايب، وهمشي الميه بتاعتي كده نتيجه الايه؟ نتيجه الجرافيتي عادي جدا بسلوب عادي، وهقول ان من اول النقطه دي لحد النقطه دي انا عندي لينس اسمه ال،
والميه بتاعتك بدات اشوف الفيلوسيتي بتاعتها عامله ايه، فطلعت بارامتر اسمه الفيلوسيتي، وعندي كروس سكشن اريا اسمه اريا. الكيو بتاعتك اللي هتطلع دي هتساوي ايه؟ لقى الاتي، لقى ان الكيو بتاعته هي علاقه في الاريا مع الدلتا اتش على ال. لقاها علاقه ما بين الدلتا اتش بتاعتك، تغير الهيد بتاعك من نقطه 1 لنقطه 2 كانها معادله برنولي بالظبط، تغير الهيد بتاعي من نقطه 1 لنقطه 2 مع الاريا مع اللينس اللي انت خدته. فببدا اقول ان الكيو ليها علاقه بالاريا والدلتا اتش والال. فقال طب العلاقه ديت ايه الفاكتور اللي هنا؟ لقى ان الفاكتور الاساسي في الجزء بتاع الكيو هو مين؟ الكي اللي هو الهيدروليك كوندكتيفيتي. عشان كده الكي فعلا هو بارامتر مهم جدا. فعشان كده دارسي طلع لك ايكويشن تقدر تحسب لك الكيو بتاعتك، بتقول لك ان الكيو بتساوي الكي اللي هي الهيدروليك كوندكتيفيتي في الكروس سكشن اريا بتاعتك في الدلتا اتش اللي حصلت على اللينس بتاع السامبل او بتاع الجزء بتاع اللينس اللي انت حسبت عنده دلتا اتش، هي دي الكيو. طيب هل دارسي خد اسامبشنز معاه؟ طبعا. من اهم الاسامبشنز بتاعت دارسي ان هو بدا يقول لك ايه؟ بدا يقول لك هو انا مش حركه الميه تحت الارض بتبقى حركه كده راندم، بتمشي في الفراغات كده بشكل راندم، صح؟ هو مش هيقدر تماما ان هو يبدا يسيميليت الكلام دوت الا لو خلى ان حركه الميه بدل ما هي راندم كده بدا يخليها ايه؟ بدا يخليها شكل لينير بالشكل ده. فدارسي اسامبشن قال لك ايه؟ قال لك لا انا مش هاخد الراندم شيب، انا هاخد لينير شيب. بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الفيكتور بتاع الفيلوسيتي. طب مش معنى كده يا شباب ان نتيجه الاسامبشن دوت برضه لازم يبقى فيه كوركشن، لازم اصحح الموضوع؟ فيقول لك مثلا ان انت عندك في السيبج فيلوسيتي، عشان اجيب السيبج فيلوسيتي تختلف تماما عن حاجه اسمها الدارسي فيلوسيتي. يعني الفيلوسيتي بتاع الدارسي دي هي نتيجه ان انا عندي لينير شيب. فيقول لك عادي هو الدارسي فيلوسيتي اللي هي الفيلوسيتي بتاع الدارسي بتساوي الكيو على الاريا، عادي جدا كاني بايب سهله. ولكن في حاله السيبج فيلوسيتي قال لك للاسف لازم الموضوع يعتمد على الفراغات اللي موجوده في الايه؟ في البارتكلز بتاعتي. فيقول لك ان السيبج فيلوسيتي بتساوي الكيو على اريا، بس الاريا دي اضربها في ان. الان ده اللي هو الايه؟ اللي هو البروزيتي، اللي هي بتعبر عن ايه يا شباب؟ اللي هي بتعبر عن الفوليوم بتاع الفويدز على الفوليوم توتال. فعلشان كده لازم تبقى فاهم ايه الاسامبشن بتاع دارسي اللي خده، ولازم تبقى فاهم ازاي اقدر احسب السيبج فيلوسيتي، لان هي دي بقى السرعه الحاكمه بتاعتك، هي دي سرعه الميه جوه البارتكلز بقى، السرعه الحقيقيه، وبتفرق جامد طبعا، بتفرق جامد. تمام؟ طيب تعال نبدا مع بعض بقى واحده واحده، نبدا نحل اكزامبلز ليها علاقه بكل اللي احنا قلناه، ونشوف واحده واحده ازاي بقدر احل الاكزامبلز بتاعتي. يلا بينا. في السؤال الاولاني مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي البرميابيلتي اللي هي الكيس مول بتاعه الكونسوليديتد روكس بتساوي كام؟ بتساوي 2.66 تايمز ال 10 to the power negative 11 سنتيمتر سكوير. وبيقول لك وات از ذا هيدروليك كوندكتيفيتي، عاوز الكي، ومديك كمان الفيسكوستي، بس الكاينماتيك فيسكوستي خلي بالك، كاينماتيك فيسكوستي بتساوي 0.012، وطبعا الجي بتاعتك بتساوي 981 سنتيمتر بير سكند سكوير. هو بقى محتاج ايه؟ قال لك انا محتاج الهيدروليك كوندكتيفيتي. طب ما انت عارف ان الهيدروليك كوندكتيفيتي بتساوي ايه؟ قال لك كانت بتساوي البرميابيلتي في الرو في الجي على مين؟ على الميو. طيب يا باشمهندس ما هو الميو بتاعتك ديت على الرو، الميو على الرو من تحت بتساوي الكاينماتيك فيسكوستي. يعني ممكن اقول ان الهيدروليك كوندكتيفيتي بتساوي البرميابيلتي في الجي على الكاينماتيك فيسكوستي، يبقى هتساوي ال 2.66 في ال 10 أس سالب 11 في 981 على 0.012، هيطلع لك رقم اللي هو 2.17
في 10 أس سالب 6، وطبعا سنتيمتر بير سكند، لان هي هيدروليك كوندكتيفيتي وانا شغال بالسنتيمتر. طيب مساله تعويض مباشر عاديه جدا. طب تعال نبص مع بعض على المثال الثاني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي confined aquifer has hydraulic conductivity بتساوي 50 متر بير داي. يبقى انا عندي hydraulic conductivity بتساوي الكي بتساوي 50 متر بير داي، ومديك كمان ان البروسيتي اللي هي الان بتساوي 30%، اللي هي كام؟ اللي هي 0.3. ادي اهي الان ب 0.3. وبيقول لك ان الاكوفر سيكنس ب 30 متر، يبقى هو مديني ان البي بتساوي كام؟ بتساوي 30 متر. وبيقول لك البيزومتريك هيد في الويل الاولاني والويل الثاني ب 55 وب 50. يبقى في الويل الاولاني البيزومتريك هيد ب 55، وفي الويل الثاني البيزومتريك هيد ب 50. طب كويس. بيقول لك the distance between the two wells اللي هو ال بتساوي كام؟ قال لك بتساوي 1000. هو محتاج ايه؟ قال لك انا محتاج السيبج فيلوسيتي والدارسي فيلوسيتي، ومحتاج الريب بتاع الفلو، ومحتاج التايم فور ووتر تو ترافل 4 كيلو. طيب واحده واحده. اول حاجه انا محتاج السيبج فيلوسيتي. طيب اجيب السيبج فيلوسيتي ازاي؟ ما تيجي نجيب الاول الكيو. مش انت عارف ان الكيو بتاع الدارسي بتساوي الكي في الاريا في الدلتا الاتش على ال؟ يبقى هتساوي الكي بتاعتك بكام؟ قال لك ب 50 متر بير داي اهي 50 في الاريا بتاعتك ايه يا شباب؟ الاريا بتاعت الاكوفر يا شباب هو عباره عن ايه؟ انت عندك السكنس بتاع الاكوفر 30 متر. هنعتبر ان انا عندي يونت ويتس بالنسبه لك، يبقى انا عندي الاريا الكروس سكشن اريا اللي هيمشي فيها الفلو هو عباره عن 30 في كام؟ 30 في 1 في الدلتا اتش بتاعتي اللي هي 55 ناقص 5 هتطلع ب5 على اللينس ب1000. من هنا انا قدرت اجيب الكيو كابيتال اللي هي 7.5 متر كيوب بير داي. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الفلو. بعد كده بقى ابدا اجيب ايه؟ قال لك تعالى جيب لي حاجه اسمها البور فيلوسيتي كيو سمول. قال لك الفيلوسيتي بتاعتك، ولكن الفيلوسيتي ديت بتاعت دارسي، خلينا نقول دارسي فيلوسيتي، هتبدا تساوي ايه؟ قال لك هتساوي الكيو على الاريا زي ما احنا عارفين. يبقى هتساوي ايه؟ هتساوي ال7.5 بتاعتك على الكروس سكشن اريا اللي هي 30 في كام؟ 30 في 1. يبقى هتساوي، هتطلع بكام؟ هتطلع بربع متر بير داي. يبقى انا جبت كده الايه؟ الدارسي فيلوسيتي. طب تعال نجيب بقى السيبج فيلوسيتي. قال لك طب ما هو السيبج فيلوسيتي احنا عارفينها بتساوي الكيو بتاعتك على الاريا في الان. يبقى هتساوي ال7.5 على ال30 في 1 اللي هي الكروس سكشن اريا في الان بتاعتك كانت بكام؟ كانت ب 0.3. هتلاقي الرقم ده بيساوي 0.833 متر طبعا بير ايه؟ متر بير داي يا شباب، لان انت شغال بير داي. يبقى انت كده قدرت تجيب السيبج فيلوسيتي وقدرت تجيب الدارسي فيلوسيتي. يقول لك بعد كده ذا ريت اوف فلو ثرو ذا اكوفر لويتس 1 كيلو. هو عاوز معدل الفلو بتاعك، الريت بتاع الفلو، ولكن الويتس بتاعك هيتغير 1 كيلو. طب ما سهله، ما هو انا يا باشمهندس كل اللي انا هعمله ان انا عايز برضه اجيب كيو. الفكره كلها ان الكيو المره دي هتبقى ال1 كيلو. طيب يبقى هتساوي ايه؟ قال لك هتساوي 50، بس الاريا بتاعتي هتكون 30 في 1000 لان الويتس بتاعي 1 كيلو. برضه هضربها في 5 على 1000 عادي جدا. هتلاقيها بتساوي كام؟ هتلاقيها بتساوي 7500 متر كيوب بير داي. طب بعد كده عاوز ايه؟ عاوز تايم فور ووتر تو ترافل 4 كيلو، الوقت اللي الميه هتاخده علشان توصل او عشان تمشي 4 كيلو. قال لك يبقى ساعتها ما دام هو سأل على وقت يا شباب، ما دام سأل على وقت يبقى لازم اخد في اعتباري السيبج فيلوسيتي بكام؟ لازم اعرف السيبج فيلوسيتي. مش انت عندك السيبج فيلوسيتي بتساوي ال 0.833 المتر بير داي، صح؟
طب يا باشمهندس ال 0.833 دوت مش هي بتساوي الديستانس على التايم؟ عادي بتساوي الديستانس على التايم، السرعه بتساوي المسافه على الزمن. الديستانس بيقول لك كام؟ بيقول لك 4 كيلو يعني 4000. تقدر تجيب التايم؟ طبعا اقدر اجيب التايم. هتلاقي التايم بتاعك بكام؟ هيقول لك التايم بتاعك ب 4802 يوم. يعني عندي 4800 يوم علشان الميه تنتقل 4 كيلو في الايه؟ تحت الارض. ودوت بيخليك تحس بالارقام وتعرف قد ايه الفيلوسيتي بتاعت الميه تحت الارض بتبقى صغيره جدا 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 جدا. طيب تعال نخش على الاكزامبل اللي بعده. يقول لك ايه؟ بيقول لك في المثال دوت انا عندي 2 points in the same confined aquifer are located on vertical line. انا عندي confined aquifer مثلا كده زي اللي انت شايفه عندي ده. عند نفس الفيرتيكال لاين انا عندي 2 points مالهم بقى؟ point 1 is 100 meter below المين سي ليفل، وبوينت 2 50 متر تحت منسوب الايه؟ منسوب الميه. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا عندي مثلا هنا السي ووتر ليفل، بيقول لك ان نقطه 1 على بعد 100 متر اهي، دي نقطه 1، انما نقطه 2 على بعد 50 متر. تمام، يبقى النقطه من هنا لهنا بتساوي 50. محتاج بقى ايه؟ قال لك ذا فلويد بريشر في بوينت 1 بالرقم ده، مديك البريشر في نقطه 1 ومديك البريشر في نقطه 2. هو محتاج البريشر هيد والتوتال هيد عند كل نقطه، وكمان عاوز يعرف الفلو دايركشن فين. طيب من اللي انت قدامك دي يا شباب حرفيا انا معايا نقطتين هجيب لهم التوتال انرجي، هشوف التوتال انرجي في مين اكبر، اعرف اتجاه الفلو فين. كانها معادله برنولي عادي جدا. هبدا ابص على الانرجي بتاعت نقطه 1 هتساوي البي 1 على جاما زائد الزد 1 زائد الفي 1 سكوير على 2 جي. احنا اتفقنا مع بعض ان سرعه انتقال المياه في تحت صغيره جدا، فتعال نجلكت الترم ده. يبقى هيساوي البي 1 بكام؟ قال لك البي 1 ب9 في 10 اس 5 اقسمها على الجاما 9810 زائد الزد 1 بكام؟ من النقطه دي للنقطه دي عندي 100 متر اهو، ولكن ال 100 متر دول يا شباب مش فوق الارض، دول تحت الارض. يعني ايه؟ يعني القيمه دي هتبقى بالنيجاتيف لانهم تحت الارض، فالهيد بتاعك بالنيجاتيف، فهتلاقي ان القيمه ديت بدل ما هي بوزيتيف لا هخليها نيجاتيف 100، فهتلاقي القيمه دي بسالب 8.26 متر اهي. طيب بوينت 2 قال لك بوينت 2 اللي هي الاي 2 هتساوي ال 6.1 في ال 10 اس 5 على 9810 ناقص ال 50 هيطلع بيساوي 12.18. بعد كده بيقول لك هات لي الفلو دايركشن. الفلو دايركشن اكيد هيكون من الانرجي العنيفه للانرجي الواطيه، يبقى اكيد الفلو دايركشن من نقطه كام لكام يا شباب؟ اكيد من نقطه 2 لنقطه كام؟ لنقطه 1. هو ده الايه؟ هو ده الفلو دايركشن. هنا يا شباب في المثال دوت بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 2 اوبزرفيشن ويل ار 25 متر بوينت 91 ما بينهم. يعني انا عندي 2 اوبزرفيشن ويلز المسافه ما بينهم 25.9 ما بين ال 2 اوبزرفيشن ويلز اهو 25.91، وبيقول لك ان في ديفرنس في الووتر سيرفيس اليفيشن ب 0.06، ان الميه بتاعتك هنا وهي متقاسه مختلفه عن الميه هنا، الفرق ما بينهم دوت ب 0.06. بيقول لك ان الترافل تايم ما بين التو ويلز الميه بتنتقل من النقطه دي لحد النقطه دي قال لك في 6 ايام ونص. هو محتاج الهيدروليك كوندكتيفيتي، محتاج الكي. طيب عشان اجيب الكي يا شباب الهيدروليك كوندكتيفيتي بتاعتي، قال لك ما هي الكي عباره عن بارامتر في الفيلوسيتي. مش انت عندك ان الفيلوسيتي بتاعتك بتساوي الكي في الدلتا اتش على ال صح؟ ما ارجع كده لدارسي ايكويشن كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقول لك والله ان الكيو بتساوي الاريا في الايه؟ في الفيلوسيتي. كاني شلت الاريا دي وقلت ان الفيلوسيتي بتاعتي بتساوي الكي في الدلتا اتش على ال. تمام؟ ولكن
هنا احنا بنتعامل مع دارسي ايكويشن، فلازم الفيلوسيتي بتاعتك تبقى الفيلوسيتي بتاعت دارسي. ركز في النقطه دي. طيب نرجع تاني. والله يا باشمهندس تمام، انا عندي الفيلوسيتي بتساوي الكي في الدلتا اتش على ال. طب ما هي انت تقدر اصلا تقول الفيلوسيتي بتساوي الديستانس على التايم، وانت عندك الديستانس ب 25.91 وعندي 6 ايام ونص، فانا جبت الريل اكتشوال فيلوسيتي للميه، فقدرت اجيب الفيلوسيتي بتاعت الميه بتاعتك اللي هي ماشيه طلعت بكام؟ ب 3.986 متر بير ايه؟ متر بير داي. ولكن الميه اللي ماشيه دي يا شباب ماشيه في الفويد، ماشيه بشكل يعني ده شكل صح. انا محتاج احول الشكل دوت لشكل لينير عشان ابدا اشتغل بمعادله دارسي. فدارسي بيقول لي ان انت لو عاوز الفيلوسيتي بتاعت دارسي، قال لك هتساوي الفيلوسيتي بتاعت السيبج اضربها بس في ان. لو انت ضربتها في ان انت خدت في اعتبارك الايه؟ خدت في اعتبارك ان انا عندي الفيلوسيتي ماشيه في الكروس سكشن كله، هو ده الفرض اللي هو بيقوله. فالفيلوسيتي بتاعت السيبج في الان هتساوي 3.986 هضربها في ال 0.3 هتساوي كام؟ هتساوي 1.195. هي دي بقى يا شباب اللي هعوض بيها هنا. هقول بقى ال 1.195 بتيكوال الكي في الدلتا اتش على ال. الدلتا اتش اللي هو فرق الاليفيشن في الووتر ليفل اللي هو 0.06، اللينس بتاعك ما بين التو اوبزرفيشن ويلز اللي هو 25.91. هقدر من هنا يا شباب اقول ان الكي اقدر اجيبها اللي هي الهيدروليك كوندكتيفيتي هتطلع ب 516.4 متر بير داي، وده طبعا رقم كبير جدا جدا جدا. طيب تعالى يلا نخش على الاكزامبل اللي بعده. يقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي تو ريفر ابارت، عندي تو ريفر ما بينهم 1000 متر ومديني الكي بتاعتك بتساوي نص متر بير داي، اهو نص متر بير داي. والافريج رينفول مديني الرينفول بتاعك، خلينا نقول اللي هو الانتنسيتي اللي هي كثافه المطره، خلينا نعبر عنها مثلا باي، بتساوي كام؟ بتساوي 12 سنتيمتر لكل سنه، 12 سم في السنه. وبيقول لك ان الايفابوريشن خلينا نعمل لها اي بتساوي كام؟ بتساوي 10 سنتيمتر لكل سنه. وبيقول لك ان الووتر اليفيشن في الريفر واحد ب 16 متر وفي الريفر 2 ب 18 متر. يعني كانك عندك ايه؟ كاني عندي هو ريفر اهو، الريفر ده فيه ميه وفي ريفر تاني فيه ميه. التو ريفرز دول المسافه ما بينهم كام؟ 1000 متر، ومديني الكي ومديني الافريج رينفول ومديني الايفابوريشن. هو محتاج يحسب ايه؟ قال لك انا محتاج الديلي ديسشارج لكل ويتس في كل ريفر، وحدد لي اللوكيشن بتاع اعلى نقطه او اعلى ووتر ليفل. مش انت عارف يا شباب ان انا نتيجه ان انا عندي ريفر مثلا اهو كده، ده ريفر فيه ميه، وعندي ريفر كمان على ايدك اليمين مثلا فيه ميه كده بالشكل ده، مش اكيد هيحصل سيبج بالشكل ده؟ هيحصل سيبج للميه من تحت زي ما احنا اتكلمنا. طيب ما بين النقطه دي والنقطه دي مش هيحصل اتصال كده؟ قال لك هيحصل اتصال. طب الاتصال دوت نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت عندك الاتي، انت عندك اصلا في واحد منهم الووتر ليفل بتاعه فوق شويه كده، فاكيد هيحصل اتصال ما بين التو ووتر ليفلز دول، والاثنين دول هيحصل فيهم ايه؟ اكيد هينزلوا لتحت. هو بقى محتاج يعرف ايه؟ قال لك انا محتاج اعرف اكتر نقطه فيها ووتر ليفل، يعني اعلى نقطه عندي كمنسوب، وفي نفس الوقت محتاج اعرف لي الديسشارج لكل متر في الايه، بس ديلي ديسشارج اللي هو متر كيوب بس بير داي. نقدر نحل حاجه زي كده يا شباب. هنرجع بس خطوه لورا ونبدا نفتكر مع بعض. واحنا قلنا ان احنا عندنا الجراوند ووتر فلو ايكويشن، اتفقنا مع بعض ان احنا الجراوند ووتر فلو ايكويشن ديت بتعتمد اعتماد كلي ان انا الماس ان بيساوي الماس اوت، او بيساوي ان الميه بتستور عندي جوه الايه؟
جوه البريزم اللي انا خدته. طيب هو ايه اللي هيفرق يا شباب لو انا دلوقتي بدات اخد بقى الكلام دوت ولكن على ايه؟ على وان دايركشن. يعني احنا قاعدين بنتكلم في الدايركشن اللي اسمه اكس ودايركشن واي ودايركشن زد وكل الكلام دوت، ولكن في الحقيقه الدومينانت او اللي بيفرق معاه قوي هو الدايركشن اللي اسمه اكس اللي هو الهوريزونتال دايركشن. قال لك طب ما تيجي كده نبدا نشتغل على الكونفايند اكوفر في الدايركشن اللي اسمه اكس ونشوف يا باشمهندس هو ايه اللي بيحصل للفلو بتاعي. هتلاقي الاتي، هتلاقي يا باشمهندس ان انت عندك بيكون عندك هنا كده الجراوند سيرفيس، الجراوند سيرفيس او الجراوند ليفل، وبيكون عندك وليكن مثلا الاكوفر بتاعك البيز بتاعته من تحت خالص اهو. بتلاقي عندك ايه؟ وليكن مثلا ده كل ده الاكوفر ماشي، وعندي فوق الاكوفر بتاعي هنا بيبقى فيه confining layer علشان الاكوفر دوت يبقى confined. تمام؟ بتلاقي عندك ايه؟ بتلاقي عندك ان الهيد بتاع الميه من نقطة واحد اللي هي هنا لنقطة 2 اللي هي هنا بيبدأ يمشي كده. انا واخد الموضوع كأنه 1D يعني في نقطتين بس. انا بقى محتاج اعرف حركة الميه ما بين نقطة واحد ونقطة 2 عاملة ازاي. قال لك من معادلة الجنرال ايكويشن بتاعت الجراوند ووتر فلو ايكويشن هيطلع بمعادلة بتعبر عن حركة الميه الجوفية في الاكس دايركشن. بتقول لك ايه بشوية اسامبشنز طبعا. بتقول لك ان الاتش عند اي نقطة، الهيد عند اي نقطة بيساوي الهيد عند نقطة A اللي هي النقطة الأولانية زائد الهيد عند نقطة B ناقص الهيد عند نقطة A على L، كل الكلام ده في الإكس. كأني بالظبط بقول إن المية بتاعتك أو الشكل بتاعك هيبقى شكل لينير في الكونفايند أكوفر. عندي هيد هنا برقم وليكن مثلا ب20، عندي هيد هنا مثلا وليكن ب10، يبقى النقطة اللي في النص 15. حرفيا كأني على طول كأني بعمل سيميليشن لمعادلة خط لينير نازل. ده في الكونفايند أكوفر. ولكن يا باشمهندس خلي بالك اللي أنا بتكلم فيه دوت ولا أنا حطيت سورس ولا أنا حطيت سينك. خلي بالك أنا عامل إن السورس أو السينك بتاعك بكام؟ عامل إن السورس أو السينك بتاعك بزيرو. طيب لو أنا بقى مش كونفايند أكوفر، أنا أنكونفايند أكوفر، يعني أنا عندي نقطة اسمها A ونقطة اسمها B، وما بين نقطة A و B بتلاقي الفلو بتاع المية مش بيبقى شكل لينير، بتلاقي الفلو بتاع المية بيبقى شكل بارابولا كده، نتيجة ان انت عندك الانكونفايند اكوفر دوت. بتلاقي عندك ان المعادلة بتاعتك بتروح تعمل ايه؟ بتروح تتضرب في بارامتر تاني بيخلي ليها لينس في دايركشن تاني. فهتلاقي عندك الايكويشن بتقول لك ان الاتش عند اي نقطة، نقطة اكس بتساوي، بس دي سكوير، بتساوي الاتش عند نقطة A سكوير زائد الاتش عند نقطة B سكوير ناقص الاتش عند نقطة A سكوير. كل الكلام ده على ال، كل الكلام ده في الاكس. كأني بالظبط يا شباب بعمل ايه؟ كأني بالظبط ضربت في اتش كلها، كل الاتشات بقت سكوير، نتيجة ان انت بتسيميليت الايه؟ الشكل بتاع البارابوليك ده. طب لو انت محتاج تجيب الكيو في الانكونفايند اكوفر، قال لك الكيو في الانكونفايند اكوفر بتساوي سالب كي على الاثنين في الاتش بي سكوير ناقص الاتش اي سكوير على ال. كده انا جبت الكيو بتاعتي. طيب خلي بالك برضه يا شباب ان الكلام دوت باليونت ويتس. تمام؟ طب لو انا بقى عاوز اسيميليت ان انا عندي بقى ريتشارج، اذا كان سورس او اذا كان سينك، اذا كان مثلا حاجه هتغذي الاكوفر بتاعي او حاجه هتسحب من الاكوفر بتاعي، قال لك كل اللي هيحصل من معادله الجراوند ووتر فلو ايكويشن ان الاتش اكس سكوير كده كده بتساوي الاتش اي سكوير زائد الاتش بي سكوير ناقص الاتش اي سكوير على ال. كل الكلام ده كده كده في اكس، دي ما فيهاش اي مشكله، بس هيزيد عليه او هينقص منه على حسب سورس ولا سينك الريتشارج بتاعك اللي هو الدبليو
على الكي في ال ناقص اكس في الاكس. ولو انا عاوز اجيب الكيو بتاعتي، كل اللي هيفرق معاك ان الكيو بتاعتك اللي فوق دي هتبقى الكيو بتساوي نفس البارامتر هو كل ده، هزود عليه بس الدبليو اللي هو الريتشارج ريت، او اللي انت مثلا بتسحب فاللي هو معدل السحب بتاعك كريت، في الاكس ناقص ال على الاثنين. يبقى دي يا شباب الايكويشنز اللي ليها علاقه بايه؟ بان انا بشوف حركه الميه بتاعتك في وان دايركشن عامله ازاي، كاني خدت كروس سكشن هنا كده في البريزم ده، وبدات اشوف حركه الميه عامله ازاي ما بين البوينتس. فحركه الميه تفرق جدا ما بين ان البوينت بتاعتي في الاكوفر كونفايند او في اكوفر ان كونفايند. طيب نرجع تاني للاكزامبل بتاعي ونشوف احنا هنعمل فيه ايه. والله الفكره في الاكزامبل بتاعك ان انت بس عندك ريتشارج، والفكره كمان ان احنا شغالين ايه، مفيش عندك او اللاير بتاعتك مفيش من فوق اكوي كلود، يعني مفيش من فوق كونفايننج لاير. فهبدا اقول ان الاكوفر بتاعي هو ان كونفايند اولا، دي اول حاجه. تاني حاجه هتروح تكتب معادله الكيو. ما هو الكيو يا باشمهندس بيساوي الكي في الاتش اي سكوير ناقص الاتش بي سكوير على 2 في ال زائد الدبليو في الاكس ناقص ال على 2. ديت معادله الكيو بتاعتي في حاله الانكونفايند اكوفر. طيب انا محتاج اجيب الكيو بتاعتك عند كل ريفر، يعني محتاج اجيب عند اكس بتساوي 0، كأن انا هقول ان الريفر بتاعي دوت كده ويبعد عن الريفر الثاني 100 متر 1000 متر زي ما هو قال، وده الريفر رقم كام، ده الريفر الاولاني وده الريفر الثاني. تمام اهو. هقول والله عند الاكس بتساوي 0 هلاقي عندي ان الكيو بتساوي سالب 0.05، ولكن عند الاكس بتساوي 1000 هلاقي عندي ان الكيو بتساوي 0.0875. يبقى الفكره كلها يا شباب دلوقتي حصلت في ايه؟ حصلت ان انا عندي في الجزء الاولاني عند الاكس بتساوي 0 كان في سحب، انما الجزء الثاني كان في ريتشارج، كانك بتديله ريتشارج، بتدي الجراوند ووتر ريتشارج. فالفكره بقى هنا مهمه جدا ان انت فهمت ان في ريفر بيسحب وفي ريفر بيأكت از سورس. طيب الفكره بقى اجيب الدبليو دي ازاي؟ لازم تسال نفسك، ما هو انا دلوقتي معايا بريسبيتيشن ومعايا ايفابوريشن. البريسبيتيشن مثلا ب 12 والايفابوريشن ب 10، اجيبها برضو ازاي؟ ولكن سنتيمتر بير يير. هتلاقي عندك الدبليو دي يا شباب هتساوي الديفرنس بين التو فاليو، يعني 12 ناقص 10 هتلاقيها ب 2، بس تخلي بالك انها سنتيمتر بير يير. فهتروح تعمل ايه؟ هتضرب الرقم دوت في 10 اس سالب 2 هتقسمه على 365 بقت متر بير داي. يبقى انا دلوقتي قدرت ايه؟ قدرت احددها. طب لحد دلوقتي يا شباب انت قدرت ان انت تجيب الكيو بتاعتك عند كل ريفر. يبقى اول حاجه خلصت اللي هي ازاي اجيب الديسشارج عند كل ريفر. انا بقى محتاج اللوكيشن بتاع الماكسيمم ووتر ليفل. طب ما هو اللوكيشن بتاع الماكسيمم ووتر ليفل يا شباب انا اقدر اساسا عند اي نقطه في اتجاه الاكس اقدر اجيب الهيد بتاعي او الووتر ليفل بتاعك، صح؟ مش احنا قلنا ان الاتش سكوير بتاع اي نقطه اسمها اكس بتساوي الاتش اي سكوير زائد الاتش بي سكوير ناقص الاتش اي سكوير، كل الكلام ده على ال، كل الكلام ده في اكس. هل انت يا باشمهندس معاك الاتش اي؟ معايا، ومعايا الاتش بي برضو معايا، ومعايا اللينس ب 1000 متر. كل اللي انا محتاجه هو مين؟ يبقى انا محتاج دلوقتي الاكس اللي عندها اكبر ووتر ليفل. طب هسألك سؤال، هو مش انت عندك الميه بتاعتك بتبقى ماشيه كده، بتبقى ماشيه من النقطه دي عامله كده وبتبقى ماشيه كده مثلا وليكن مثلا. طب مش ايه رايك ان الكيو بتاعتك في النقطه بتاعت اكس اللي هي عندها اقصى هيد قال لك الكيو بتاعتك بتساوي 0، لان يا باشمهندس حصل انفليكشن بوينت. ما هو الانفليكشن بوينت ده الكيو كانت بسالب ثم اصبحت الكيو بالبوزيتيف، فالانفليكشن بوينت ده هو ده اللي عنده اقصى هيد. يعني انت ممكن تقول عند الكيو بتيكوال 0
تروح تجيب منها الاكس بتساوي كذا، خلصت. يبقى قدرت تحل المثال ده. المثال ده يا شباب محتاج ان انت تحله بايدك كويس. تمام؟ عرفنا مع بعض الانكونفايند ايكويشن والكونفايند ايكويشن، وعرفنا مع بعض ازاي اقدر اجيب الكيو عند كل ريفر، واقدر اجيب الريتشارج بتاعي بيبقى عامل ازاي، قيمته عامله كام. وفي نفس الوقت كمان قدرنا نجيب اقصى او الاكس اللي عندها اقصى هيد اللي هي عندها الكيوب زيرو نتيجه الانفليكشن بوينت. بيقول لك في المثال ده يا شباب ايه؟ بيقول لي انا عندي انكونفايند اكفر ومديك شويه كاركترستكس ليه. بيقول لي ان الكي بتاعتك بتساوي 0.002 سنتيمتر بير سكند، وبيقول لك ان الافكتيف بروزيتي الان بتاعتي الافكتيف بتساوي 0.27، وبيقول لي الاكفر في البيد بتاع الساند بيونيفورم سيكنس. بيقول لي ان الاكفر بتاعي ده هو انكونفايند اصلا، تمام؟ وليكن مثلا كده ده الاكفر، السيكنس بتاع الاكفر دوت ب 31 متر، متقاسه من اللاند سيرفيس. وبيقول لك ان انت عندك ويل واحد عند ووتر تيبل 21 تحت اللاند سيرفيس، وويل 2 موجود يبعد عن ويل واحد 175 متر، والووتر تيبل بتاعه ب 23 ونص تحت اللاند سيرفيس. يعني انت عندك ويل اهو، الويل ده قرا منسوب ميه، منسوب الميه دوت يبعد عن اللاند سيرفيس بكام؟ قال لك يبعد عن اللاند سيرفيس من تحت كده بيبعد عنه 21 متر، والويل الثاني بيبعد عن اللاند سيرفيس بتاعك، عامل برضو جاب الميه بتاعته ويبعد عن اللاند سيرفيس بكام؟ ب 23 ونص، يعني تحت شويه كده. يبقى دي كده 23 ونص. يبقى الميه بتاعتك غصب عنها هتعمل ايه؟ هتتحرك كده، صح؟ طب كويس، هو بقى محتاج ايه؟ اول حاجه هو محتاج الديسشارج بير يونت ويتس. طب اسالك سؤال، هل في ريتشارج؟ مفيش. هل في بريسبيتيشن؟ في مطره؟ مفيش. هل في ايفابوريشن؟ برضه مفيش. يبقى المعادله الحاكمه بتاعت الكيو في الانكونفايند اكفر هي المعادله اللي احنا كنا كاتبينها، اللي هي بتساوي ايه؟ ان الكيو بتاعتك بتساوي سالب الكي على الاثنين في الاتش 2 اللي هو الويل الثاني سكوير ناقص الاتش 1 سكوير، كل الكلام ده على ايه؟ على ال. باشمهندس انا اقدر اجيب الكي بتاعتي بكام؟ ب 0.002. طب الاتش 2 بكام والاتش 1 بكام؟ تخلي بالك يا شباب ان ال 23 ونص وال 21 دي مش الهيد بتاع الميه. الهيد بتاع الميه هو ان النقطه دي لحد تحت، يعني هنا مثلا هتلاقي الهيد بتاع الميه مثلا 10 متر، انما هنا مثلا هتلاقي الهيد بتاع الميه اللي هو 31 ناقص 23 ونص هتلاقيه 7.5 متر. فلما تيجي دلوقتي تعوض تقول اتش 2، هشيل اتش 2 دي واحط 7.5، واشيل اتش 1 واحط 10. اللينس بتاعك ما بين التو ويلز 175 متر. اقدر من هنا اروح اجيب الكيو، والكيو ديت باليونت ويتس بتساوي كام؟ بتساوي 2.5 في 10 اس سالب 6، طبعا ايه؟ متر سكوير بير داي، لانها باليونت ايه؟ باليونت ويتس. طيب بعد كده عاوز ايه؟ عاوز الافريج لينير فيلوسيتي. هو محتاج الفيلوسيتي بتاعتك. طيب مش انا اقدر اجيب الفيلوسيتي ازاي؟ هروح اعمل الاتي، اقسم الكيو على الاريا. هتسالني سؤال، انهي اريا؟ الاريا هنا الجزء ده اللي هو 10 متر في الواحد لجوه، ولا 7.5 متر في واحد لجوه؟ اقول لك طب ما تجيب فيلوسيتي واحد وهات لي فيلوسيتي 2 وخد الافريج. فيلوسيتي واحد بتساوي الكيو على الاريا، هتساوي ال 2.5 في 10 اس سالب 6 على الاريا بتاعتك هنا 10 في 1. انما الفيلوسيتي 2 بتساوي ال 2.5 في 10 اس سالب 6 على الاريا الثانيه اللي هي 7.5 في كام؟ 7.5 في 1. من هنا جبت فيلوسيتي 1 وجبت فيلوسيتي 2، قدرت اجيب الافريج ما بينهم، فرحت جبت الفيلوسيتي ايه؟ الفيلوسيتي الافريج. تمام. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك طب ما تجيب لي بقى الووتر تيبل اليفيشن في الميد واي بتوين التو ويلز. هو محتاج الهيد عند نقطه اكس، وهنعتبر ان نقطه اكس دي في الميد واي، يعني في النص بالظبط، يعني 175 متر على الاثنين. جبنا نقطه اكس فين؟ ونروح نعوض. ما انا عندي معادله الايه؟ عندي معادله الانكونفايند اكفر اللي هي كانت الاتش سكوير في الاكس بتساوي كذا كذا كذا. روح عوض، ومعايا الهيد عند كل نقطه، معايا اللينز، معايا الهيدروليك كوندكتيفيتي، معايا كل حاجه. لو انا عوضت اقدر من خلالها اعمل ايه؟ اقدر من خلالها اجيب الهيد. ولكن
تخلي بالك الهيد اللي انت هتجيبه دوت هو ده اللي هو هيبقى كده، ده الهيد بتاعك اللي انت هتجيبه. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده قدرنا في الفيديو دوت ان احنا نغطي بشكل ما كل البيزكس او كل الفاندمنتالز اللي ليها علاقه بالجراوند ووتر. طبعا في حاجات تانية كتير جدا 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 هتتعرض لها طبعا لما تاخد معلومات اكتر من ناس اكتر وتبدا تتفرج اكتر في معلومات كتير جدا في الجراوند ووتر. ولكن حتى هذه اللحظه انت قادر ان انت تفهم جراوند ووتر، قادر تعرف شويه بارامترز، وباذن الله نلقاكم في فيديوهات اخرى.